كان بيسألني كده بيقول لي هي النوادي دي بتقدر ازاي تحافظ على مستواها طول الوقت وازاي بتقدر تصرف على كل الأعضاء دول. فده لفت انتباهي وقلت اعمل فيديو من جوه نادي يعني. فاللي عايز اقوله لحضرتك ان النادي عامل زي فكرة الميديكال، التأمين بتاع التأمين الطبي والتأمين بتاع العربيات، هو قايم على الفكرة دي لكن مش زيهم. قايم على الفكرة دي من حيث ايه؟ قايم على الفكرة دي من حيث ان هو بيعتمد على الحسابات الاكتوارية والاحتمالات، اللي هو النادي مثلا لو الكباستي بتاعه 50,000 عضو، هل انت تعتقد ان هو يقدر بيعمل حسابه انه يصرف على 50,000 عضو؟ لا طبعا. هو بيبقى معتقد في اقصى حسابات ليه اللي هو في الويك اند اقصى عدد ممكن يدخل النادي مثلا 5,000 عضو من ال 50,000 عضو، 10,000 عضو. طب هل لو ال50,000 عضو بيدخلوا كل يوم هل النادي يقدر يصرف عليهم رغم ان هم بيدفعوا اشتراكات؟ لا طبعا. ولا يقدر يستحملهم، ولا يقدر يجدد وراهم كراسي، ولا يقدر يغسل وراهم حمامات، ولا يقدر يصلح وراهم بسينات، ولا يقدر يعمل اي حاجة. طب هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجة في منطقية، ان انا لو عندي 50,000 عضو، امر منطقي جدا ان عمر ما هيجيلي منهم ازيد من تلتهم مثلا، يعني مش هيجيله ازيد من 20,000 عضو، من 15,000 عضو. ده في اسوأ الحالات وفي يعني في اعظم المواسم اللي النادي ممكن يشتغل فيها. فهو بيعتمد على دي، ان انا باخد ايرادات من 50,000 بني ادم عشان اصرف فيهم على 20,000 بس في معظم الاوقات. طب ده بقى ياخدنا لحته مهمه قوي وانت بتشترك في نادي. اعتمد دايما على انك انت، اهم نصيحه ممكن اقدمها لك، اشترك دايما في نادي جنب سكنك. ليه بقى؟ عشان تلعب انت على الناحيه التانيه. هو دلوقتي النادي بيعتمد اصلا في فكرته على ايه؟ ان هو ياخد فلوس من الاعضاء اللي ما بيجوش عشان يصرف بيها على الاعضاء اللي بيجوا. هي تتقال كده بالظبط. طيب انت بقى تعمل ايه؟ دايما النادي لو جنب بيتك اعرف ان هو انت هتستفيد منه وهتستغله 100%. طب ولو النادي بعيد عن بيتك، النادي هو اللي هيستغلك 100%. ليه بقى؟ لان هو لو جنب بيتك انت هتروحه كتير، فبالتالي انت هتستفيد بيه كتير لو قريب من السكن بتاعك. لكن لو بعيد انت مش هتروحه خالص. النادي بقى فكرته قايمه على دي برضه، على ان الاعضاء اللي بعيد هم اللي ما بيجوش معظم الوقت، لكن الاعضاء القريبين هم اللي بيجوا معظم الوقت. فانا لما اجي اشترك دايما اشترك في نادي قريب من بيتي، بحيث ان انا اقدر استغله في اني اقدر اروح هناك اوقات كتير جدا. وهو ده زي ما قلنا فكرة النادي قايم على ايه وبيكسب من ايه بقى، بغض النظر عن انشطته وبغض النظر عن الرقم اللي هو بيكسبه. اهم معلومة تبقى عارفها ان النادي، اي نادي في الدنيا، ما يقدر